تعالوا دلوقتي بقى اديكم نظره كده على البلانر بتاعتي. هي عباره عن اجنده كاتبه الاهداف اللي انا عايزه اعملها اهو. هاي ازيكم، انا ندى، وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن التخطيط الشهري، لان في ناس كتير سالت لي عن الموضوع ده وانا كنت بتكلم عنه كتير في فيديوهاتي. فتعالوا اقول لكم دلوقتي ازاي بخطط للشهر بتاعي، وخصوصا ان انا كمان النهارده هخطط للشهر الجديد اللي هو شهر 9 ان شاء الله. فتعالوا دلوقتي اقول لكم ازاي انا بخطط، وايه هي الجوانب اللي انا بخطط فيها، وايه الاهداف اللي انا بحطها، وكل الكلام ده بالتفصيل. فبس كده من غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. اول حاجه عايزه افهمكم اصلا احنا ليه بنخطط اساسا، لان لازم ان احنا لو بنعمل حاجه في حياتنا نعرف احنا بنعملها ليه. فاول حاجه احنا بنخطط للشهر بتاعنا عشان نفضل مرتاحين باقي الشهر حرفيا. هنحس ان احنا كده عايشين حياه منظمه، ان احنا عارفين احنا بنعمل ايه طول الشهر. يعني احنا حاطين اهداف معينه بنبتدي ان احنا بنحققها، يعني باجزاء بسيطه او بحاجات بسيطه بنعملها طول الشهر. فاحنا عارفين كل يوم طول الشهر ده احنا بنصحى نعمل ايه، احنا بنصحى نعمل الحاجات اللي هتوصلنا للاهداف اللي احنا حاطينها للشهر بتاعنا. فبجد انا مش عايزه اقول لكم التخطيط قد ايه هيغير حياتكم زي ما غير حياتي حرفيا. انا زي ما بقول لكم ما كنتش بعمل الموضوع ده من زمان، انا لسه بادئه اعمله في بدايه السنه دي، يعني شهر 1 2023. يعني انا دلوقتي بقالي حوالي 9 شهور بعمل الموضوع ده، وحرفيا فرق معايا جدا. حاسه ان انا حياتي بقت منظمه، حاسه ان انا بقى عندي يعني حياه كده، وعندي اهداف دايما بسعى ان انا احققها حتى لو حاجات بسيطه. يعني انا مش بحط حاجات مأهوله لان هو مجرد شهر برده، فلا بحط اهداف بسيطه وبلاقي اخر الشهر ان انا حققتها. فبتبسط اضعاف كمان لما اكون حققت الحاجه دي، اللي هو من غير ما اكون كنت حاطاها هدف لشهر او كده، فاهمين قصدي؟ فبالعكس كمان بيحسسكم بطاقه ايجابيه وبالانجاز، وبان انتوا كده بتعملوا حاجه في حياتكم. وكمان زي ما قلنا بيحسسكم بالتنظيم جدا، ان انتوا حاسين ان انتوا حياتكم منظمه وعارفين انتوا رايحين فين وجايين منين وكده يعني. طب يعني ايه مثلا ان احنا نحط اهداف او كده؟ اول حاجه ان احنا لازم نحط اهداف واضحه. يعني انا مثلا عايزه اخلص الكتاب الفلاني، انا عايزه اخلص الكورس الفلاني، انا عايزه اشوف الحاجه الفلانيه، انا عايزه اعمل الحاجه الفلانيه. مش ان هو مثلا انا عايزه اقرا كتب. طب ما فين الهدف، فين الحاجه يعني اللي انت هتقيس بيها انت حققت الهدف ده ولا لا؟ طب ما انت ممكن تفتح كتاب تقرا منه صفحتين وخلاص يبقى انت كده اسمك حققت الهدف. لا، لازم انت يكون عندك هدف محدد للشهر الفلاني، بعد كده تبتدي تبني اكبر منه الشهر اللي بعده، اكبر منه الشهر اللي بعده، وهكذا وهكذا. ايه هي بقى الجوانب او المجالات ان احنا نبتدي نحط فيها اهدافنا؟ يعني انا مش عارف انا احط اهداف عن ايه اصلا. المجالات اللي احنا نقدر ان احنا نحط فيها اهدافنا واللي هتساعدنا فعلا ان احنا نكون نحس ان احنا طورنا من نفسنا، اول حاجه هي مجال النفسيه. وبجد انا جايباها اول حاجه لان هي فعلا اللي بتفرق في كل حاجه. لازم ان انت نفسيتك تكون اولويتك، ان انت تكون دايما يعني مهتم ان انت تبقى تسال عن حالك، تسال عن نفسك، تعرف هل انت مبسوط في الحياه دي ولا لا. ولو انت مش مبسوط تبتدي ان انت تغيرها، لان حياتك بايدك انت اللي تعرف تغيرها، انت اللي تعرف تخليها كويسه تخليها مش كويسه، انت المسؤول عن كل حاجه في حياتك من الاخر. فحته النفسيه دي مهمه جدا. وممكن كمان لو اللي هو ناس مثلا واصله لمرحله ان هي محتاجه حد يساعدها في نفسيتها، ما فيش مشكله خالص ان انتوا تستعينوا بحد، بس ان انتوا تكونوا اول حاجه مظبطين نفسيتكم وعايشين حياه سويه كده، ان انتوا عارفين اللي ليكوا واللي عليكوا، وان انتوا ازاي مثلا ايه هي الحاجات اللي بتبسطكوا، ايه هي الحاجات اللي بتضايقكوا، تبقوا عاملين حدود، تبقوا عاملين ازاي تتعاملوا مع الناس، ازاي ما تخلوش حد يتعدى حدودكم عشان ما ياثرش على نفسيتكم، ما ياثرش على نظام حياتكم اللي انتوا عاملينه لنفسكم. فلازم يكون عندكم حاجه زي كده وتبتدوا تفكروا فيها من سن صغير عشان هتفرق معاكم قوي لما تكبروا. الجانب التاني هو تطوير الشخصيه. يعني مثلا ازاي تطوروا ثقافتكم، انتوا تكونوا عندكم معلومات اكتر في اي مجال بقى، سواء مجالات مثلا علميه، مجالات تاريخيه، مجالات نفسيه وعلم نفس وحاجات زي كده. المهم ان انتوا تختاروا مجال معين وتبتدوا ان انتوا تثقفوا نفسكم فيه وتعملوا لنفسكم كده شخصيه في المجال ده تكونوا عارفين فيه، ومثلا لو اتفتح قدامكم نقاش في موضوع معين تعرفوا تتكلموا وهكذا. في الدراسه برده ما ينفعش ان احنا مثلا احنا عايزين نطور من نفسنا وكده فاحنا هنركن دراستنا على جنب، لا بالعكس نخلي الحاجتين دول بيشاركوا بعض وبيساعدوا بعض كمان. فلازم ان احنا برده بالذات ان احنا داخلين على فتره اصلا مرحله دراسه وكده في جميع المراحل، فلازم ان احنا نبقى حاطين لنفسنا اهداف في مرحله دراسه معينه، ان احنا عايزين نجيب تقدير معين، ان احنا عايزين مثلا يعني ننجح في امتحان معين، مثلا اي امتحان مثلا اللي هو ناخد شهاده معينه او كده. لو احنا مثلا خلصنا جامعه او كده ما نوقفش برده احلامنا على الجامعه او كده، لان احنا عايزين ناخد الكورس المعين، عايزين ناخد الشهاده المعينه، عايزين نطور من نفسنا اكتر واكتر دايما. الحاجه اللي بعد كده وهي روحانيه او علاقتك بربنا، ان انت دايما تحاول تطور من علاقتك بربنا، تعرف اكتر عن دينك، تعرف اكتر عن نبيك، تعرف اكتر عن كتابك وتبدا تقرا فيه، تحفظ هكذا، تحفظ قران، تحفظ احاديث للنبي، تبتدي انت تعرف عن النبي بتاعك وعن حياته وعن تفاصيل حياته وهكذا. ده هيساعدك جدا وهيحسسك ان انت فعلا بتقرب من ربنا اكتر وبتقرب من دينك اكتر، لان انت ما تنفعش تقرب من حاجه انت مش عارفها. لازم انت تبتدي تعرف عن دينك اكتر عشان تعرف تقرب منه، تعرف عن ربك وتعرف عن نبيك عشان تعرف تقرب منه.
الحاجه اللي بعد كده وهي الصحه، لازم انت تكون بتهتم بصحتك، بتهتم على الاقل شويه بنظام اكلك، ان انت ما تكونش بتعك قوي في نظام اكلك او بتاكل حاجات ملهاش قيمه او ملهاش فايده، لان ده هياثر على صحتك بعد كده. مش لازم ان انت تكون ماشي على نظام دايت معين او ان انت مثلا بتروح الجيم كل يوم والكلام ده، بس على الاقل تكون واخد بالك من صحتك وواخد بالك من الحاجات اللي بتدخل جسمك، سواء كانت اكل او شرب، او مثلا ان انت تكون بتتحرك ومحافظ على ان انت دايما جسمك بيتحرك وكده، لان ده بيأثر فعلا على الصحه على فترات طويله. طيب خلاص، احنا ابتدينا ان احنا نحط الاهداف بتاعتنا، ان احنا مثلا خلينا نقول ان احنا عندنا يعني في رينج كده حوالي 3 أو 4 اهداف في الشهر. انا ما بقولش على فكره ان المجالات اللي انا قلتها دي ان احنا بنحط فيها اهداف طول الشهر ونقعد يعني نجيب اخرنا طول الشهر عشان نحقق حاجات فلكيه، لا. انا زي ما قلت لكم، انا بديكم زي افكار كده او مجالات تحطوا فيها الاهداف اللي انتوا عايزينها. انتوا بتبتدوا تقيموا نفسكم في المجالات دي، تشوفوا هل ايه هي حاجات انتوا كويسين فيها، حاجات انتوا محتاجين فيها اكتر، حاجات انتوا محتاجين تظبطوها، وهكذا. يعني في ناس اصلا ممكن تكون هي اصلا مهتمه بصحتها، فاللي هو هتروح تحط اهداف في الصحه ليه؟ هي اساسا مهتمه بصحتها وبتعمل الحاجات دي كروتين يومي ليها. في ناس اساسا كده كده بتحب القراءه، فليه ان هي هتحط انها تقرا الكتاب الفلاني كهدف ليها؟ لا، هي اساسا بتحب القراءه وكده كده بتقرا. فانتوا لازم ان انتوا تشوفوا ايه هي الحاجات اللي عندكم فيها قصور وتبتدوا ان انتوا تطوروها، والحاجات اللي كده كده انتوا كويسين فيها خلاص تمام كملوا فيها، وهي كده كده من ضمن روتينكم اليومي. وحاولوا ان الاهداف اللي انتوا تحطوها تكونوا حاطينها بنظام الهدف الذكي. نظام الهدف الذكي او السمارت جول ده انا اتكلمت عنه في فيديو مخصوص، فهحطه لكم في الديسكربشن، او الرابط هيكون في الديسكربشن، وهسيبه لكم كمان في الاي اللي هنا، تقدروا ان انتوا تتفرجوا عليه، هيفيدكم جدا. بس انا مش عايزه اتكلم عنه دلوقتي بتفاصيل يعني عشان ما ازودش مده الفيديو على الفاضي. تمام، بعد ما حطيت الاهداف بتاعتك دي، هتبتدي ان انت كل شهر في اخر كل شهر تقيم نفسك من 100، يعني 90%، 80%، 85%، هكذا. انا بعمل بالنظام ده ان انتوا تبتدوا تقيموا نفسكم بسكور معين، انتوا عملتوا ايه مثلا في الشهر ده. هل مثلا انتوا خلصتوا الكتاب اللي انتوا قلتوا ان انتوا هتقراوه فكده انتوا تاخدوا 100%؟ هل انتوا خلصتوا الكورس اللي انتوا كنتوا هتاخدوه فكده هتاخدوا 100%؟ لا، انتوا شفتوا نص الكورس فكده 50%؟ لا، انتوا كان فاضلكم كام حلقه كده بس في الكورس فتاخدوا مثلا 80%؟ لا، انتوا ما شاء الله خلصتوا الكورس وابتديتوا انتوا تطبقوا عليه فانتوا تاخدوا كمان 110%. المهم انتوا تبتدوا تقيموا نفسكم، وحاولوا ان انتوا تقييمكم يكون صادق، لان كده كده التقييم ده ما بينكم وما بين نفسكم، فحاولوا تكونوا صادقين مع نفسكم، وتحاولوا تشوفوا مثلا الحاجات اللي انتوا حققتوها تتبسطوا بيها وتشجعوا نفسكم اكتر ان انتوا تعملوا اكتر من ده كمان، والحاجات اللي انتوا ما حققتوهاش تبتدوا ان انتوا تشوفوا ليه انتوا مش حققتوها. هل مثلا ده كان هدف زياده اكبر من القدره بتاعتكم؟ هل مثلا انتوا كان في حاجات تانية مهتمين بيها اكتر من الهدف ده؟ هل انتوا ما كنتوش مهتمين بالهدف ده اصلا، يعني مش شاغلكم ان انتوا تحققوه، او مش هاممكم، او مش مبسوطين ان انتوا بتعملوه يعني، فتبتدوا ان انتوا تغيروه او تشوفوا مجال تاني تعملوا فيه، وهكذا. المهم ان انتوا تبقوا عارفين برضو اللي ليكوا واللي عليكم، الاسباب والنتائج لكل حاجه انتوا بتعملوها. تعالوا دلوقتي بقى اديكم نظره كده على البلانر بتاعتي. هي عباره عن اجنده بسيطه جدا، انا بصراحه ما كلفتش نفسي، يعني الاجنده دي كانت عندي اصلا ما كنتش بستخدمها، وابتديت ان انا اخطط فيها. هي شكلها اصلا ورقها لذيذ وشكلها جميل ولطيف فحبيتها اصلا. المهم بقى تعالوا مثلا اوريكم اي تخطيط شهر انا عاملاه، مثلا وليكن مثلا تخطيط شهر ابريل. تمام، كنت مثلا قايله، هو طبعا الكلام هيبقى معكوس، فاللي هو انا بوريكم بس شكل الصفحه، وهبتدي ان انا يعني اوريكم انا كاتبه ايه. كنت قايله مثلا ان انا عايزه اخلص كتاب العادات السبع للمراهقين، عايزه اشتغل على نفسي، عايزه اختم القران قراءه، لان ساعتها تقريبا كنا في رمضان، فكنت عايزه اختم القران قراءه، عايزه اعمل حاجه واحده جديده على الاقل. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم. انا مثلا هنا بصراحه ما كنتش قيمت نفسي من 100. تمام، كنت كتبت بس انا عملت ايه. لكن مثلا الشهر اللي قبله اللي هو شهر مارس، كنت اهو كاتبه الاهداف اللي انا عايزه اعملها اهو، وابتديت ان انا هنا بعد يعني ده كتبته في اول الشهر، وده في اخر الشهر ابتديت ان انا ادي نفسي من 100 اهو، تقييمي لنفسي، هل انا عملت ده، هل انا ما عملتش ده. اديت نفسي يعني في حاجات مثلا مديه نفسي فيها 100% ان انا خلصت الكتاب الفلاني، لا في حاجه مثلا انا مديه نفسي فيها 50% ان انا ما كنتش ملتزمه في الحاجه دي بصراحه. في حاجه يعني كنت هدف كنت كاتباه قلت ان انا ما عملتوش خالص حرفيا، فاللي هو انا استحق في 0، كتبت فعلا ان انا الحقيقه ما عملتش الحاجه دي خالص وركزت في حاجه تانية. تمام، فكتبت برضو السبب اللي ما خلانيش اعمل الحاجه دي. تمام، فبس كده يعني هو ده شكل البلانر. بحاول برضو ان انا اخليها الوان شويه، يعني في الاول كنت بكتب بقلم ازرق وخلاص، لا ابتديت ان انا اهتم شويه بالالوان والنظام والحركات عشان تشجعني شويه. برضو حاجه حلوه قوي بعملها ان انا بكتب كل حاجه انا اتعلمتها. يعني انا في الشهر ده مثلا خلصت الكتاب الفلاني، فانا الكتاب الفلاني ده مثلا دي الجمل اللي انا طلعتها منه او الحاجات اللي انا اتعلمتها منه، هكذا مثلا الكتاب ده، هكذا مثلا شفت بودكاست معين اهو، يعني مثلا بودكاست كيف تنجح العلاقات،
انا سمعته كله، بس دي الجمل اللي لفتت نظري قوي واللي حبيتها واللي حابه ان انا اخدها مبدأ في حياتي واحتفظ بيها فكتبتها هنا. فاللي هو دي تعتبر كملخص كده، يعني انا اخر السنه ان شاء الله همسك الاجنده دي وابتدي ان انا اقلب فيها كده، وانا اصلا بقلب فيها كل شهر، بتفرج على كل الشهور اللي فاتت او كل فتره وفتره كده، ببتدي اشوف انا اتعلمت ايه وعملت ايه وهكذا، وكل الحاجات الجديده اللي انا اتعلمتها. ففعلا دي هتبقى زي يعني ايه، انا كده انا متجسده في كتابه، انا بكتب كل حاجه انا اتعلمتها، كل حاجه انا عملتها، فاللي هو انا بطلع كل اللي جوايا في النوت دي. وساعات كمان بكتب فيها ذكريات او يوميات، بس مش بكتب بالتفصيل، يعني بكتب مثلا ايام معينه او كده حياتي، يعني انا حابه احتفظ بيها برضو، فدي تعتبر انا حرفيا. فبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. اخر جمله حابه اقولها، ان انت المسؤول عن كل حاجه في حياتك، كل حاجه انت بتعملها النهارده هي اللي بتحدد انت هتبقى ايه في المستقبل، وحياتك هيبقى شكلها عامل ازاي في المستقبل. فبس القرار في ايدك، انت اللي في ايدك تعمل كل حاجه. وبس كده، ربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله يا رب، وكلكم تحققوا اللي نفسكم فيه. ولو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتس، عندكم اي افكار فيديوهات حابين نتكلم عنها اكتبوها لي برده في الكومنتس، وانا هرد عليكم كلكم. وبس كده، بحبكم واشوفكم فيديوهات جايه. مع السلامه.